الكرد مشاهدينا من أكثر الشعوب المعرضة للإبادة الثقافية وما يزالون، وكأنما ارتبط اسمهم بالألم والتهجير والمعاناة، وأنه عندما تسمع لفظة كرد من قبل الأنظمة الحاكمة كأنما تزلزل أجسادهم وتبث في نفوسهم الرعب. في أقصى أنواع الألم احتار المغول والتتار أن يفعلوها، والله وحتى الجن الأزرق استحى من هذه الأفعال. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل منددة لأب في باكور كردستان بعد مطالبته السلطات التركية بتسليم رفات ابنه. وسرعان ما لبت السلطات التركية النداء بعد 7 سنوات ما شاء الله على الديمقراطية، فقاموا بتسليم رفاته عظاما داخل كيس طحين. طبعا مشاهدينا، قبل أن أظهر على الهواء مباشرة وأنا أشاهد الفيديو احترت ماذا أصف من كلمات لأب وكمية الألم والحزن الذي يحمله. ليقوم الآن تشاهدون الفيديو، ليقوم الأب بإجراء اتصال لزوجته ويبشرها: لقد عثرنا على ابنك وها أنا أحمله على يديه، ولكن أحمله عظاما. طبعا تم تسليم عظام حقان أرسلان الذي استشهد خلال حظر التجوال الذي أعلن في 2 من كانون الأول من عام 2015 في منطقة سورة تابعة لآمت إلى والده في كيس بعد 7 سنوات. أخذت الأسرة عظام حقان بعد استلامها أمس إلى قرية جافوش بمنطقة قريازي في أرزروم، ووري جثمانه الثرى بعد أداء الواجبات الدينية من قبل عائلته وقاربه في مزار القرية. وعثر على بعض العظام في المنطقة الواقعة بين الكنيسة الكاثوليكية ومسجد حاسرلي في حي حاسرلي بتاريخ 7 من شباط 2021. تم إرسالها إلى معهد الطب الشرعي بعد ذلك ليتم التأكد أن هذا العظام هي لحقان أرسلان بعد إجراء تحليل الDNA.